ايش عملتوا في تونس بعد الثورة؟ نجحت ثورتنا هي رجلنا كل الأمور، هنت دولتنا هي وكتبنا حتى الدستور. الشعب الكل خيال عايش في أمن وأمان، وتونس جنتنا هي مزروعة فل ومشمول. وانتوا يا مصريين عملتوا ايه؟ واحنا كمان ارتاح البال، امورنا ماشية عال العال. انتخبنا الرئيس والشعب هيص، ومصر تمام تمام، ومصر تمام. وانتم يا ليبيين شندرتوا؟ شندرنا ثورة 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 ورصاص ورصاص. اللي ولا دبلوماسي واللي محلل سياسي واللي استولى على الكراسي، واحنا في نفس المآسي. شعب ليبي اهلي وناسي، زي ما هو راقد ريح، زي ما هو راقد ريح قبل وتوا راقد ريح. نفس الدسكة راقد ريح، نفس الدسكة راقد ريح، نفس الدسكة راقد ريح قبل وتوا راقد ريح. هو راقد ريح الشعب الليبي. مشاهدينا الكرام، الحضور الكريم، صحفتكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم راقد ريح. ان شاء الله اموركم طه وحالكم باء. اليوم لينا 5 سنوات واحنا في مرحله انتقاليه، وما خليناش اسم للحكومات وما سميناش شيء. من الحكومة المؤقتة للحكومة الانتقالية لحكومة الديكنقراط لحكومة الوفاق، وما زال الحبل على الجرار في الوقت اللي مفروض كنا ننتهوا وبسرعة من المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة الاستقرار السياسي، لأن ليبيا بالذات كان وضعها استثنائي قبل الثورة. لكن للأسف السياسيين الليبيين اللي وثقنا فيهم ما استفادوش من التجربة التونسية الرائعة، واللي فيها الكل قدم تنازلات من أجل تونس. وفي ظل كل اللي صاير مفيش حد يعاني إلا راقد الريح. وفي المدة الأخيرة تم توقيع اتفاق الصخيرات، واللي أنتج المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. ورغم تحفظنا وملاحظاتنا على الاتفاق لكن قلنا عادي، المهم تجي حكومة توحد البلاد وتنهي الانقسام وينتهي الصراع ونبدو في بناء الدولة. ولكن للأسف مجلس النواب ما يبيش يعطي الثقة للحكومة لحد الآن. مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بالأستاذ محمود، وهو محلل سياسي. اتفضل يا أستاذ محمود. السلام عليكم، وشكرا على الاستضافة أستاذ فتاح. والحق عندي الصغار يتابعوا في البرنامج ويشكروا فيه واجد في الحوش نعم. شنو رأيك في اللي صاير واللي بيصير يا أستاذ محمود؟ والله شوف يا أخوي فتاح، اللي صاير في ليبيا متوقع، وخاصة في ظل الظلال التي تظلل الوطن بظلالها المظلمة كما ترى. وفي هذه الحالة يجب أن يتم إتمام التنفيذ، ومن هنا فإننا نقول لكل الأطراف معاي أستاذ فتاح أن الطرف الذي يدعمكم هو الذي يحاورنا، وأننا نعلن أننا لا نريد، إنما نقول أوكي يا أستاذ محمود، أنا والله ما فهمت حاجة من اللي تقول فيه، ولكن نبي نسألك سؤال آخر. هل مجلس النواب سيمنح الثقة للحكومة ولا ما يبيش؟ إن مجلس النواب يا أستاذ فتاح خيره، وكل النواب خيرهم، واللي في الباب والشعب الليبي والعالم العربي والعالم الإسلامي والكرة الأرضية وكوكب المريخ وخيرهم وصلوا لقناعة أن الليبيين اتفقوا على أن لا يتفقوا. نبي نسألك سؤال بما أنك محلل سياسي. نعم. ونبيك تجاوبني عليه مباشرة. تفضل أسأل. زعما يصير منها البلاد ولا نعصتوا على مرقتها؟ مدام الجماعة هذوما قاعدين برا أشري مغرف وابدأ أعصد من توا. ثورة 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 ورصاص ورصاص. اللي ولا دبلوماسي واللي محلل سياسي واللي
استولى على الكراسي واحنا في نفس المآسي. شعب الليبي اهلي وناسي زي ما هو ريح زي ما هو ريح قبل وتوا ريح نفس الدسكة ريح نفس الدسكة ريح نفس الدسكة ريح قبل وتوا ريح هو ريح الشعب